القمة اليوم هي مباراة برايتون وتوتنهام في قمة الدوري الإنجليزي وقمة الجولة في الدوري الإنجليزي. وننتظر أيضا الأرسنال وويست هام من أجل الأرسنال الحفاظ على الصدارة أو خطف الصدارة من ليفربول بعد وقوع أستون فيلا في فخ الهزيمة من مانشستر يونايتد. إذا لعب النهاردة الأرسنال كويس وفاز على ويست هام راح يتصدر البريمير ليج قبل نهاية السنة. والأرسنال في مهمة من أجل الصدارة، وإما الصدارة أو إما الوصافة. والأرسنال هو ممتع مع أرتيتا. عيدها تاني ولا إيه؟ هيعيدها تاني، أرسنال متعة والإثارة ولا إيه؟ متعة الأرسنال والجانرز، متعة الجيل الذهبي مع مستر أرسن فيرج. يا ولد يا أرسنال، وأحسن مدرب على مر العصور الأرسنال. خلي بالكوا معلومة، يعني إن هو أحسن مدرب على مر العصور الأرسنال. المتعة والإثارة والتشويق اليوم في مباراة برايتون وتوتنهام. توتنهام من أجل الوصافة، يعني توتنهام يسعى بعد كان أول 10 جولات متصدر الدوري، بس قابل بقى تشيلسي والليفر والسيتي وأرسنال وانهزم من جميعهم. تعادل مع استهام وخسر من أستون فيلا، وأستون فيلا ماشي بمستوى ثابت وخسر أول امبارح من مانشستر يونايتد في مفاجأة مدوية في الدوري الإنجليزي. بعد كان الشوط الأول 2-0 لأستون فيلا، والشوط التاني 3 أهداف جرناتشو وهولود. يعني اليونايتد بدأ يتحسن من الموقع، بس هو مش متأكد برضه. هو المدرب برضه تنهاج بيغير كتير أوي في التشكيلة، بيعمل تغييرات كتير كل ماتش، 7 تغييرات أو 10 تغييرات في التشكيلة. فبتشوف أصلا فريق جديد في الملعب. هو الحارس الوحيد بس اللي ثابت ونانا، ممكن يتغير خط الدفاع كله، ممكن تلاقي فران أو ماجواير، لكن بقية الدفاع ما بتشوفوش. بتشوف خطة جديدة في نص الملعب، بتشوف ممكن مرة برونو، مرة دولوت، مرة إريكسن، مرة كساميرو، مرة مرابط. يعني ما بتشوفهمش ثابتين مع بعض. زي في الأول الموسم كان مرابط وكاساميرو، وبعدين دلوقتي بقينا بنشوف في الهجوم مرة جرناتشو ومرة راشفورد ومرة هولود ومرة دالوت ومرة أنتوني ومرة. يعني هو كل مرة بيلعب لعيب شكل، يعني هو مش متأكد من التشكيلة بتاعته أو مش عارف تنهاج ماله. الدنيا مش مظبوطة معاه ليه. المفروض يركز تنهاج كده في البطولة، ويركز بعد المستوى سيء في دوري أبطال أوروبا والهزيمة واعتلاء اسمه ايه دوت الأسفل في المجموعة الرابع، ويخرج خالص ولا حتى دوري أوروبا ولا دوري أبطال. يعني ازاي؟ بس مش عارف صراحة. اليونايتد في أسوأ مستوياته برضه، مهما كسب على استون فيلا بس هو في أسوأ مستوياته. المفروض المدرب يتغير، ومفروض تنهاج مش عارف ماله. الدنيا مش مظبوطة معاه ليه. ونخش على السيتي امبارح بعد قمة السيتي. السيتي فاز على ايفرتون ب3 أهداف ممتعين بعد تقدم ايفرتون، ثم أتى 3 أهداف متتالية لمانشستر سيتي. وتشيلسي امبارح مفاجأة قدام كريستال بالاس بيفوز 2-1 في سلسلة انتصارات متتالية كويسة لتشيلسي، يرجع بقى الثقة لفرقته. ونشوف كده بقى متوشة حلوة في الدوري الإنجليزي الممتع، دوري المجانين. والليفر أول امبارح فاز 2-1 أيضا على أو 2-0 على برلين. ومتوشة ممتعة جدا في الدوري. الدوري بقى عندنا الدوري المصري دوري مظاليم. هتلاقي الاتحاد كسب فاركو ب3 أهداف. الهدف الأول عن طريق عبد الغني محمد، والهدف التاني عن طريق بنجامين بواتنج، والهدف التالت عن طريق خالد الغندور، والهدف الرابع قصدي الهدف الأول بقى الفاركو عن طريق سيف تيري. وامبارح أول امبارح امبارح اسمه ايه دوت الداخلية خسرت من زد 3-1. و... واسمه ايه ده، بسم الله الرحمن الرحيم. وسموحة فازت على طلائع الجيش بهدف 1-0 عن طريق حسام حسن. دوري مصر الإمتاع والإبداع، الزمالك في المركز ال 12 وتصدر الدوري الآن زد برصيد 20 نقطة. وليه البيراميدز والأهلي وفيوتشر سيراميكا والزمالك يحتل المركز ال 12 بعد 8 مباريات ب4 هزائم و4 انتصارات وتعادلين. الزمالك في أسوأ مستوياته، ولكن كابتن معتمد جمال رجع وعاد وقدم مستويات قوية جدا للفريق. كابتن معتمد في أحسن مستوياته. الزمالك دلوقتي متصدر في الكونفدرالية، اسمه ايه دوت متصدر المجموعة بتاعته ب10 نقاط من فوز 3 مباريات وتعادل ماتش 3 داخل الديار وماتش خارج الديار. الزمالك في أحسن مستوياته.
الزمالك ينتظر الإبداع والمتعة. الزمالك يحتاج صفقة بعد تمديد عقد فتوح 3 سنوات بعقد يمتد لسنة 2027. يعني فتوح في الزمالك، كل اللي قال لك فتوح راح الأهلي، فتوح ما راحش في حتة. فتوح في الزمالك، وفتوح مكمل مع الزمالك لغاية 2027. فتوح مكمل، فتوح مكمل في الزمالك ولا اللي كل ما نشكك في فتوح هو فتوح غلط، وطلع اعتذر لجمهور الزمالك وجمهور الزمالك اتقبل. بس برضه فتوح غلط اللي انت عملته، ما ينفعش تعمل ده مع جمهور الزمالك. جمهور الزمالك بيحبك ونقول لك يا فتوح، مع اني زملكاوي بس انا محايد دلوقتي. فتوح بقول لك جمهور الزمالك بيحبك يا فتوح، ما تخسرش جمهور الزمالك. وانت صح اللي انت عملته دوت. وبوجهها لصبحي والزناري، اعتذروا للجماهير يا صبحي انت والزناري. الفريق محتاجكم في الوقت دوت، لازم انت تطلعوا تعتذروا، ولازم تبينوا للجمهور ان انتوا لعيبه كويسين، وان انتوا المفروض ان انتوا بتعملوه ده غلط. اه انتوا غلطتوا وغلطتوا في حق النادي. المفروض ترجعوا تاني اسمه ايه دوت، تتكلموا مع الاداره، وتتكلموا تحترموا الاداره وتحترموا الجماهير وتحترموا الناس وتحترموا كل اللي بيحصل دوت. مش هينفع منكم، انتوا لعيبه كبار بتلعبوا في نادي الزمالك، اسم وقامه وقيمه والدوري من الفريق الاعظم هو النادي الاهلي طبعا. والنادي الاهلي اليوم عنده مواجهه ممتعه امام مودرن فيوتشر في كاس السوبر على استاد محمد بن زايد. الاهلي اليوم يحتاج الى الفوز للحصول على المدينه 14 في كاس السوبر، ومودرن فيوتشر يحتاج الى المركز الاول عشان يفوز يبقى اول فريق مصري بعد الاهلي والزمالك وطلائع الجيش ومقاولين العرب وحرس الحدود يحصل على كأس السوبر. يعني ننتظر متعة كده وبطل جديد، بدل ما بنشوف الأهلي والزمالك مفيش غيرهم بيتوجوا. بطل جديد في الدوري كده وبطل ممتع. يعني نشوف كده أبطال كتير وحاجات كتير وحاجات ممتعة يعني ونشوف كده أبطال، ونشوف لعيبة كويسة، ونشوف دوري ممتع، دوري مصري. وننسى أيضا دوري المحترفين، دوري روشن الذي فاز النصر على الاتحاد ب5 أهداف، هدفين لكريستيانو وهدفين لماني وهدف لتاليسكا وهدفين الاتحاد عن طريق عبد الرازق حمد الله. ماتش ممتع، ماتش إثارة ومتعة. المنتوشة بدأت تحلو والدوريات بدأت، وأهم حاجة هي قدرات وقرارات في الدوري. وننتظر كده متعة وإثارة وإمتاع وتشويق في الدوريات ال5 الكبرى. ومتصدر الدوري الإنجليزي ليفر، والأرسنال متصدرين، الأرسنال الثالث وأستون فيلا الثاني، لغاية حيث أرسنال النهاردة هيلاعب وست هام. لو كسب يتصدر الدوري الإنجليزي. وفي الليجا طبعا الريال متصدر متساوي مع جيرونا، مفاجأة الدوري الأسباني. والريال طبعا في آخر مباراة فاز بقى في آخر دقيقة عن طريق لوكاس فاسكيتس على ألفيز. وجيرونا تعادل مع ريال بيتيس 1-1. وبرشلونة كسب في آخر دقايق 3-2. يعني هي مفاجآت عديدة، وبرشلونة مش عارف اللي بيحصل له صراحة. وأتلتيكو لسه برضو ماتش وماتش، مش عارف سيميوني بيعمل إيه. هي دوريات متقلبة. وباريس صعد ونجا من دوري أبطال مجموعة الموت لما كان بيلعب بروسيا دورتموند ونيوكاسل، والميلان صعد هو وبروسيا دورتموند في متعة وإثارة وإبداع وتشويق. يعني باريس بيحاول مبابي طبعا بيحاول انه يبقى هداف الموسم ب 52 هدف، لكن كريستيانو يسبق الجميع. بعد السن 39 سنة كريستيانو هو الأفضل ب 53 هدف. الدون هو الأفضل، هو الممتع. كريستيانو يتحدث ويتكلم ويقول أنا الأفضل، أنا الأبدع، أنا التاريخ، أنا هنا، أنا حاضر، أنا ملك التاريخ. وميسي أيضا لا ننسى ميسي هو فاز السنة اللي فاتت في تلك الأيام في الفترة ديت برضه فاز بالكأس العالم مع منتخب الأرجنتين القوي. هو المصنف الأول عالميا الآن المنتخب الأرجنتين، وليه فرنسا والبرازيل والبرتغال وأسبانيا وألمانيا وبلجيكا تصنيف. يعني منتخب مصر يحتل المركز ال33 عالميا والخامس أفريقيا. منتخب مصر يحتاج، لا ننسى برضه هنتكلم في الفترة القادمة عن أفريقيا وحاجات كتيرة ممتعة في أفريقيا يعني. ونتحدث عن منتخب والمجموعات واللي هيحصل في المجموعات، ومجموعة منتخب مصر أثيوبيا موزمبيق وغانا. يعني المنتخب في أحسن مستوياته مع روي فيتوريا. ننتظر قايمة كده هنعلن عنها قريب، قايمة المنتخب، وهنحلل هو خد ده ليه وما خدش ده ليه. وهنحلل برضه ونشوف يعني كل دوت. والمنتخب طبعا في أحسن حالاته دلوقتي مع صلاح وروي فيتوريا وزيزو والناس دي برضه كلهم لعيبة محترمة يعني، لازم نشكر فيهم. وأهم حاجة الإثارة والمتعة في المباريات الجاية، ونشوف اللعيبة، ونشوف المنتخب بيتوج ببطولة كده ويفرحنا ويفرح الجماهير. احنا طبعا ايد واحدة وشعب واحد،
مش فرق الالوان دلوقتي، ولا اهلي ولا زمالك ولا اسماعيلي ولا اتحاد. لازم نشجع المنتخب في افريقيا، ولازم نبقى حاجه محترمه طبعا في افريقيا. ولازم نقول للجميع منتخب مصر ايد واحده، ومنتخب مصر مش فرق لون دلوقتي، ولا فرق تيشيرت، ولا فرق لون ابيض ولا احمر. احنا بنشجع منتخب مصر كلنا ايد واحده، من اجل الفوز والصداره والامتاع والابداع وتصنيف اول في افريقيا، ونصنف اول، والمنتخب يبقى حاجه محترمه. ون... ونشوف منتخب محترم كده، ونشوف حاجات محترمة للمنتخب، ونشوف فريق محترم وتنظيم محترم وروي فيتوريا. نشوف لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واللايك والكومنت الإيجابي يساعدنا تقديم الأفضل في قناة مساء الكورة. انتظروا معنا الأحداث الممتعة القادمة في أفريقيا، وننتظر طبعا أفريقيا والمنتخب المصري. انتظروا معنا أحداث قادمة كتير. انتظروا معنا أفريقيا ودوري أبطال وكأس آسيا، ودوري أبطال أفريقيا، ودوري أبطال أوروبا، ودوري أبطال آسيا، والدوري المصري والدوري السعودي والدوري الفرنسي والدوري الإنجليزي والدوري الأسباني والدوري الإيطالي والدوري الألماني. متعة وإثارة وتشويق وتحديات ما بيننا وبين الأصدقاء. تحديات كتير، تحديات ممتعة، وأسئلة وتحديات وحاجات حلوة كتير. يعني انتظروا القادم أفضل إن شاء الله.